الله اكبر نقول يا اخوان المصريين مصر يا اخت بلادي يا شقيقه. الله اكبر. السوداني يوفق لكم السفاره. رجع العالم المصري، احنا بنقول لكم مشتاقين لكم قوي قوي قوي. كثر خيركم ما قصرتوا عملتوا الشعب السوداني في مهنته. تعالوا سفارتكم جاهزين احنا. يا كل اهلنا في مصر نشكر دولة مصر، نقول لهم والله ما قصرنا، ما استفدتوا اهلنا خير استقبال. اهلنا خير اقبال. مصر دولة واحدة وبلد واحدة باذن الله. ونحن هنعمل على نسي النسيج الاجتماعي السوداني المصري باذن الله سبحانه. نشكر ايضا جمهورية مصر الشقيقة للدعم والاسناد، وفي نفس الوقت لاستقبالهم مئات الالاف من اشقائهم السودانيين دون من او اذى. الله اكبر. ونشكر شباب مصر في الجنوب المصري عندما ازدحمت المعابر عملوا جمعيات وعملوا منظمات لتقديم وجبات لاشقائهم السودانيين. الله اكبر. أنا لسه خارجة من صدمة ثقافية غريبة. بعد ما عشت سنة في مصر اتعودت على شوية شهامة كده من المصريين. كنت واقفة مستنية الأتوبيس هنا في فرنسا، كان في راجل مستني برضه. الأتوبيس جه، الباب اتفتح، وبما إني بنت كنت متوقعة إن يقول لي اتفضلي يا مدام، بس لا، دخل من غير حتى ما يوصلي. أنا اتصدمت، كنت عايزة أجري وراه وأقول له إيه ده؟ فين الذوق؟ فين الرجولة؟ وبعدين افتكرت إني في فرنسا مش في مصر. مخي تايه ومتلخبط دلوقتي. إيه المجتمع ده؟ رئيس عربي رفض دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض، مما جعل البيت الأبيض يخرج بتصريح أن هذا الرئيس أهان الولايات المتحدة. نعم، لم يجامل الولايات المتحدة على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب بلده اللي هو عزيز مصر. كبيرة يا مصر بأهلك ورئيسك، ما حدش يزاود على أهل مصر. يا جماعة الخير يا إخواني يا حبايبي، والله أنا كنت راكب في تاكسي طبعا في تطبيق اندرايف للأمانة مع الأستاذ طارق، وأنا بدي أعطيه يعني 50 جنيه، أعطيته 50 دولار، وأنا رحت طبعا لأن كانت محفظة فيها فلوس، جنيهات فيها دولارات. والله يا جماعة الخير اتصل بي تليفون وقال لي شيك على محفظتك، وفعلا إن ال50 جنيه كنت عاطلنا إياهن ورجع يسلمني إياهن. دي بلدك واحنا يعني اخوات حبيبي، مفيش حد يقبل اي حاجه مش من حقه. حبيبي بنعامل ربنا وما بنعاملش حد. والله يعني شوف، انا بس اريد اوصل فكره للعالم ان مصر بلد جميله واهلها جميلين، لا يغركم كلام والله مصر مش الحياه كده طبعها، كل بلد فيها الطيب وفيها الوحش، معروفه يعني كل بلد في العالم سواء عربيه ولا غير عربيه، مسلمه ولا غير مسلمه، فيها الطيب وفيها الوحش، يعني فيها الزين وفيها الشين. فحبايبي اللي ما زار مصر يزور مصر، ومن دام ان الشباب مصر موجودين تاكد ان مصر بخير، ونقول تحيا مصر. تحيا مصر حبيبي. شايفين؟ فانا في مطار سكينكس في القاهره. والله انصحكم اللي يبغى يطلع من لندن او من مانشستر او على الزحمه هذه يجي على هذا المطار. مطار هادئ ورايق وستاف محترم، اعمار يا مصر. واجمل شيء في المطار هذا والله العظيم لما تكون يمني لك معامله خاصه. هذه وانسى كذا، هذه 7 جوازات انجليزيه، 7 جوازات انا واولادي، وهذه 7 جوازات يمنيه. قلت له انا عندي الجوازات اليمنيه، قال له خش بالجواز اليمني من غير فلوس. يا الله. والانجليزي كم الواحد؟ 25 باوند. كم وفرنا؟ 150 باوند او 150 دولار. حلوين، يكفيك انه الجواز اليمني داخل مصر له هيبه. الله يعز مصر قسما بالله العظيم. وهنا قالوا يلا. طبعا وصلنا الى مطار سفنكس هذا مطار في القاهره. طلعنا من لوتن في لندن ومشينا على مطار سفنكس.
مطار جميل وامور طيبه وجو وبرد، يعني ما شاء الله تبارك الله، والنظافه والستاف 100 100. الله يكرمك يا علي، الله يكرمك. طبعا انا ختمت ودخلت الجوازات اليمني، عندي الجوازات الانجليزي قالوا لي خش في اليمني افضل لك. والله يا عمار يا مصر. وصلنا القاهرة. طبعا المطار هذا ما ادري ايش اسمه، طلعنا من لوتن، بس مطار جميل وهادئ ونظيف ومكيف ومرن وما فيه زحمة، ستايل جميل جدا جدا جدا، ما شاء الله تبارك الله. ضيعت عيالي. يلا. صار معي موقف، من جمال الموقف ومن شهامة الموقف اللي صار، فقلت لا لازم أنقل لكم الموقف اللي صار معي. أنا كالعادة رايحة الجمعية أجيب ماتش للبيت والأغراض اللي ناقصتني لي شخصيا، فوصلت عند الكاشير بحاسب، بطلت الجنطة، للأسف ما في بوك. وين البوك؟ ما في بوك. فكان الموقف وايد حرج بالنسبة لي، وكان وجهي يعني ألوان، موقف صعب. ولما قاعد تشوف إنه وراك طابور وناطرك تخلص، فالانتظار بحد ذاته كان إحراج بالنسبة لي. فتفاجأت من أحد خواتي المصريات كانت وراي، فسوت لي كذي، قالت لي أختي لا تتوترين، ترى عادي، هذه المواقف وايد تصير، فإذا تحبي يعني أحاسب عنك. قلت لها لا، ما له داعي، الحين أدق على أخوي على الوالدة يعني راح أتصرف بطريقة ما. فقالت لي خلاص نطريني وأنا خليني أحاسبك بس عشان الطابور اللي وراك، ولا تراجعين شيء، لأن كانت أغراضي وايد بصراحة، كانت كثيرة أغراضي. فقالت لي لا خليهم. فأنا توترت، ما عرفت شنو أتصرف. قلت لها خلاص أوكي. قالت لي ودي أغراضك على السيارة وتعالي ردي وراح، وأنا يعني راح أكون منتظرة. قلت لها أوكي. بس يعني كنت متوترة يعني، والله العظيم أنا يعني هذا الموقف يمكن ما أنسى بحياتي، لأن كان موقف حرج وايد بالنسبة لي، ما صارت معي من قبل. فقلت لها اوكي، بس بتوتر يعني. رحت بسرعه ودال الهندي العرباني على السياره، حط الاغراض بالسياره. يا جماعه رجعت يعني ما كانت موجوده. وينها؟ لو سمحت كلمت الكاشير، قلت الاخت اللي كانت هني، قال لي اخذت اغراضها ومشت. قلت لها لا مستحيل. قالت لي ما راح تمشي، يعني هي منتظره. قالت لي روحي وردي. لا اعرف لها رقم تليفون، لا اعرف لها شيء. شلون يعني صار كذي؟ ما ادري او شنو العبرة من الحركة اللي سوتها، بصراحة ما أدري. لكن أنا راح أقول باختصار إنها كرم المصريين وطيبة المصريين وشهامة إخواننا المصريين مو غريبة عليهم. وتحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. يا ريت الأخت لو سامعتني بليز بليز راسليني، بليز راسليني. السلام عليكم. في زحمة مصر طلبت بس اني اروح لدورات مياه عشان ابغى اصلي الظهر والعصر، فجاء شايب كذا وقال لنا بروح معك للمسجد، لان هذا العمل احنا في الاخير بحفرة، خليني اكسب اجرك. وصلني، توضيت، انتهيت، وبعد ذلك بعد الصلاة وصليت وكل شيء طلعت وسقط مني 100 جنيه في الطريق. والله يا اخوان الشارع مليان، كلهم سقطت منك ال 100 جنيه، الكل يشيل ويجيبها لي. فشوف يا اخوان الى هذا الشعب العظيم، الشعب المصري، الشعب الرائع الذي نشعر ان نحن واياه اسره واحده وقلب واحد. اسال الله ان يوفق شعب مصر ويجعل هذا البلد في ازدهار وازدهار اكثر ان شاء الله. شفتوا يا رجال الفرق بين الجيش المصري والجيوش الثاني اللي تبخرت دي اول ما الرئيس اتنحي؟ فاكرين لما تنحى الرئيس حسني مبارك ومشي، الجيش المصري مسك البلد وحافظ على البلد وسلمها امانه للرئيس اللي وصل.
ما سابهاش وتبخر ولا سابها وضيعها عشان الناس اللي تقول عليه جيش خاين ولا جيش مكرونة ولا جيش جمبري. شفتوا جيش الجمبري ولا جيش المكرونة عملية؟ شفتوا في خلال 7-8 سنين بقي من أقوى الجيوش في المنطقة تسليحا وعتادا وعدي. شفتوا الفرق بين دولة امبارح رئيسها يمشي ثاني يوم ولا جيش يدافع ولا دولي. شفتوا الفرق. شفتوا إسرائيل ثاني يوم عملت هي دكت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الكيان الضال نسف ودمر كل القواعد والمطارات والقدرات العسكرية للدولة السورية. شفتوا عملية الكيان عشان تعرفوا الفرق بيني وبين الجيوش الثاني، تعرفوا الفرق بين جيشكم ودولتكم وقيادتكم.